الحمد لله أن الشام كانوا على الموعد، لحظة تاريخية انتظرناها طويل. كابتن جمال السلامي يلعب هاي المباريات من أجل خلق رديف حقيقي للمنتخب الأول، وهاي الفرصة بغض النظر بصراحة عن النتائج. اليوم احنا بدنا منتخب روسيا، إذا بدنا نعطي الكابتن جمال السلامي عرفت علي يعني الحرية في الاختيار والحرية في طريقة تشكيل المنتخب من هان لنهائيات كأس العالم، لأنه القاعدة عندنا مش كبيرة، الدوري عندنا مش قوي، عرفت علي. مجموع اللاعبين الموجودين عندنا في الخارج مجموع اللاعبين الموجود عندنا في الخارج غير كافي انه يكون في لاعبين اساسيين وبدلاء، وزي ما تفضل الاستاذ امجد انه في عندنا لاعبين مثلا مستواهم متراجع بحكم انهم ما بيلعبوا، فهو برضه كمان في يعني في ضغط كبير. اليوم احنا اذا بدنا نحكي احنا راح نصبر على المنتخب، بالعكس احنا واصلين لمرحله التوب وفرحانين بمنتخبنا، سواء يعني انه احنا من ابطال اسيا او سواء احنا متاهلين من اول الفرق العربيه لكاس العالم. هذا اشي انجاز كبير. احنا بدنا نبني على وصولنا لكاس العالم بالتروي، عرفت علي، بالتروي وعدم الاستعجال، انه نعطي الرجل يعني فرصته انه يقدر يشتغل يعني في المنتخب. ما بنقدر يعني نحكمه، احنا كل واحد بده اياه يشتغل بالصوره اللي هو بده اياها. نعم. اليوم هو جرب مجموعه من اللاعبين، طلع بعض الامور الفنيه الجيده، لكن انا رؤيتي مثلا من الناحيه التكتيكيه المفروض انه احنا راح نلعب مع فرق معظمها قويه، انه يتحدد تكتيكنا، يعني مثلا الزون الدفاعي، الضغط الهجومي، الضغط العالي، ضغط منتصف الملعب، ضغط من امام ملعبنا، هاي الامور هي لازم تتحدد